بعد كده اتجوزت جواز صالونات، اللي هو بيسموه يعني جواز العقل وكده. وبعد سنين اكتشفت ان الباشا بيخوني. مع مين؟ مع اقرب واحدة ليا، صاحبتي. طبعا ما قدرتش واجبرته على الطلاق، وقطعت صلتي بالسفلة دي. بس بعديها فضلت عايشة على المهدئات. طيب، اللي انت كنتي مرتبطة بيه فين دلوقتي؟ سافر وعايش في امريكا. طبعا انا ما جاتليش الجرأة ابدا بعد الفترة دي كلها احاول اتصل بيه واتواصل معاه، خصوصا ان هو اكيد عايش حياته هناك ومتجوز. تمام. ايه تاني غير مشكلة المهدئات اللي احنا عايزين نسحبها من جسمك بالتدريج؟ لا طبعا، انا حاسه طول الوقت ان انا مش هقدر اكمل حياتي. حاسه ان انا مش هقدر اعيش تاني واتجوز، خصوصا ان انا عندي طفل. عندك طفل؟ وابنك فين؟ سمعت كلام والدتي واديت له الطفل عشان اعرفه في حياته ويبقى ملتزم بيه. من ساعتها انا عايشه على المهدئات مش قادره ابطلها. وقدرت تستغني عنهم بمنتهى السهولة كده؟ يا قلبك يا شيخة، وجالك قلب تنامي بالليل عادي وانتي مش عارفة اذا كان ابنك جعان ولا واكل، تعبان ولا كويس، بيلعب ولا مبسوط؟ انتي ايه؟ لا يا دكتور، ما تظلمنيش. انا طول الفتره دي من ساعتها وانا بتقطع. كل دقيقه بتعدي عليا وهو بعيد عني. مش قادره اتخيل ده. من ساعتها وانا مش قادرة اعيش من غيره، غير على المهدئات. طب روحي صلحي غلطتك ورجعي ابنك، رجعي ابنك في حضنك، لان انا بصراحة نفسيا مش هقدر اعالجك، وانا مش حاسة ان انتي ام اساسا. انا هكتب لك على بروتوكول علاج عشان كل المهدئات اللي في جسمك تطلع، بس لو هجيلي تاني من غير ابنك ما تجيش، فاهماني؟ حاضر يا دكتور. اتفضلي. شكرا يا دكتور. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك